السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طاجين اللحم بالقرعة الخضراء بطريقتي الخاصة. كيجي بزاف لذيذ وبنين وخاطر. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم. نبدا إن شاء الله في الطريقة والتحضير ديال هاد الطاجين اللي كيجي بزاف لذيذ. كنحتاج في المكونات اللحم، كنحتاج البصلة مطيشة والقرعة الخضراء. هاد النوع ديال القرعة ما عرفت الصراحة سميتها، ولكن كتعجبني. نصبت بها الطاجين وشاركته معكم. كنتمنى حتى نتوما يعجبكم، جربوه طبعا. خديت البصله، واحد جوج حبات ديال البصله كما كتشوفوا معايا في الصوره. قشرتهم وغسلتهم، كنقطعهم قطع على شكل مربعات كبار شويه ماشي صغار. خديت القرعه حتى هي غسلتها وغادي نقطعها. هنايا في هذا الاناء وضعت التوابل اللي هي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البصل، شويه ديال السكينجبير، ثومه محكوكه، شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس مقردين، وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. غادي نشرمل فيهم هاد القطعه ديال اللحم كيبقى على حسب الافراد ديال العائله. غادي نشرملو مزيان حتى كيدخل فيها التوابل كما كتشوفوا معايا. وكنحاول ما نقيس بيدي لانه الخرقوم كي الاول اليدين كيبقى ما كيبغيش يزول. كنخدم غير بالمعلقه. بعد ما شرملت اللحم غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت البلديه. طبعا الا كانت عندكم متواجده ضيفوها تكون احسن، ما كانت متواجده عندكم ضيفوا الزيت اللي كتنصبوا بها. وضعت واحد شويه ديال الزيت في الطاجين اللي غادي نصب فيه. غادي نوضع اللحم بعد ما وضعت الزيت. هاد الطاجين ما كنقليه ما والو، كندير كل شيء في الطاجين كما غادي تشوفوا معايا. طريقه سهله. غادي نوضع هاد القطعه ديال اللحم في الطاجين بعد ما وضعت فيه الزيت. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، التوابل اللي شرملت بهم اللحم. غادي نشرمل بهم القرعه والبصله حتى هما باش كيدخلوهم التوابل وكيجيو لذاذ. غادي نشرمل البصله هي الاولى بنفس التوابل اللي شرملت بهم اللحم. غادي نضيف معاهم شويه ديال الزيت، وغادي نوضع القطع ديال البصله بعد ما شرملتهم في الطاجين. غادي ندورهم على اللحم غير على الجناب ديال الطاجين بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كما لاحظتوا القطع ديال البصله خليتهم شويه كبار، كتجي هكا البصله مدغمره. فاش كطيب كتبقى مدغمره. غادي نقطع القرعه على الشكل اللي غادي تشوفوا معايا. بعد ما غسلتها مزيان كنقيها بهذه الطريقه. كنحيد ليها هذيك النباته التحتانيه والغطاء اللي كيكون من الفوق، وكنشرطها بالموس بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا باش كتعطي واحد المنظر زوين في الطاجين. وكنقسمها في النص. كل حبه ديال القرعه كنقيها بهذه الطريقه وكنقسمها في النص، وكنوضعها في التوابل اللي شرملت بهم اللحم والبصله. كل حبه كنقيها وكنزينها بنفس الطريقه. هذا التزيين كيبقى اختياري. نتوما الا بغيتيو تنقيوها ولا تقشروها في القشره ديالها يمكن لكم تقشروها. انا عجبتني هكا وخليتها بالقشر ديالها كما كتشوفوا معايا. كندير فيها غير خطيطات بالموس كما كتشوفوا معايا غير كتزين، وكنقسمها في النص. نتوما يمكن لكم تقسموها على 4. بعد ما كملت الحبات اللي عندي كنشرملهم بنفس التوابل اللي شرملت بهم اللحم والبصله. بعد ما شرملت القرعه غادي نوضعها في الطاجين على اللحم والبصله. كنستف الحبات ديال القرعه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معايا على الدوره ديال الطاجين.
باش كيجي الشكل ديال الطاجين زوين. الا لاحظتوا معايا اللحمه راني حطاها منها الطاجين باش كيدخل فيها الطياب دغيا، ما كنسبقش ليها البصله. البصله درتها غير على الذره ديال الطاجين من الجناب، وكنحط فوق منها القرعه. خديت 2 حبات ديال المطيشه حتى هما قطعتهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وشرملتهم بنفس التوابل. هما ما غاديش نحطهم دابا مع القرعه حتى كيدخل الطياب في القرعه، حيتاش مطيشه كتبطئ الطياب ديال اي حاجه الا درتوها معها في الاول. وخليتها جانبا. خديت واحد نص كاس ديال الماء وضعته على داكشي اللي بقى ديال التوابل في هذا الاناء، وضفتو الطاجين. غطيت الطاجين ورطيته فوق النار متوسطه مده واحد 4 ساعات. كنحل على الطاجين وكنشوف ياك ما ناشف من الماء، وشفت اللحم والقرعه بدا كيدخل فيهم الطياب. غادي نزيد 2 حبات ديال المطيشه اللي قطعتهم بهذا الشكل وتبلتهم حتى هما، وغادي نغطي على الطاجين وغادي نقص النار وغادي نخليه يكمل طيابو على نار مهيله بزاف. ومره مره كنحل عليه وكنشوفه حتى كنتاكد باللي اللحم راه طاب مع القرعه. وكنشوف القوام ديال الطاجين على حسب داكشي اللي بغيت، حيت كاينين الناس اللي كيبغيو الطاجين تبقى فيه شويه ديال المريقه، كاينين الناس اللي كيبغيوه ناشف. كنطفي على الطاجين وكنقدمه. كنتمنى ان شاء الله الطريقه اللي حضرت بها الطاجين اليوم تعجبكم. وصلت النهايه ديال الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه. تنتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.